السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، إن شاء الله تكونوا لاباس. الفيديو تاع اليوم حبيت نعت لكم برك كيفاه درت للطيور نتاعي. كان عندي المشكل انه الطيور نتاعي تهبط لارضيه السلاكه وتاكل من بقايا الحبوب اللي طيح من مأكليات. كاين بزاف اخوه واخوات اللي نصحوني قالوا لي الطيور نتاعك اكيد راح تمرض لك، ومن الاحسن انك ديري حل هذو المأكليات نتاعي واللهنه الارضيه كما راكم تشوفوا. اكيد الاكل اللي يطيح من الفم تاع الطيور نتاعي يطيح لي في الارضيه تاع السلاكه، والطيور نتاعي تاكل منهم. يعني كما على بالكم اكرمكم الله، يعني الطيور تتبرز في كل بلاصه واكيد راح يختلط مع الاكل، وكما تاكلوا اكيد راح تمرض لي. كاين اللي قالوا لي كون درتي البلاصه هذه تربه، ويعني انا من قبل في الصيف اللي فات درت البلاصه تاع التربه درتها ليه، يعني وجدتها هذه اللي منها مخدومه بالسيمه، يعني ضربه واحده خدمت البلاصه نتاع التربه، ما قدرش نزيد نبدل دركا. الله غالب اكيد الطيور نتاعي ولو كان نزيد نبدل لهم راح يتحيروا، وانا حطيتهم في القفص من قبل، ما قدرش نزيد نبدل البلاصه هذه ولا نزيد ثاني مكان اخر للتربه. وحابه يقعد القفص نتاعي فيه شويه بلاصه يعني اللي هي نظيفه. على هذه جربت ندير الحل هذا. هذول كما راكم تشوفوا راهم اقفاص كانوا عندي من قبل. اللي ما في يتبع القناه نتاعي ويعرفني من قبل على بالو بلي كانوا عندي بزاف طيور تاع الكناري، كانوا عندي تقريبا 50 طير، وكانوا عندي اقفاص بزاف. كي بعت الطيور نتاعي كاين اللي بعتهم بهم بالاقفاص نتاعهم، وكاين اللي خليت الاقفاص نتاعهم حاولت نستفيد منهم. انا لصقت هذو الاقفاص كامل في بعضهم كما راكم تشوفوا. كي نحرك قفص واحد يتحرك كامل. لصقتهم بالسلام برك، كل قفص لصقته في خوه، نحيت لهم البلاطوات هذوك كما راكم تشوفوها ملاصقين كامل في بعضهم. وكما راكم تشوفوا راني حطيتهم في السلاكه في البلاصه اللي يعني تحت المأكليات. بعد لهنا بربي ان شاء الله نهار يطيحوا الاكل الطيور اكيد ما مش راح يقدروا ياكلوه. لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، ان شاء الله نكون فتكم ولو بالقليل. ان شاء الله اللي عنده سلاكه يقدر يدي افكار منها. وصلت للحكمه اليوم اللي تقول: انتقم بنجاحك واقتل بصمتك، عاقب بغيابك وانتصر بابتسامتك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.